كل يوم نعيش نفس الرقم 24 ساعة، بس الغريب رغم أن الوقت واحد إلا أن النتائج مختلفة تماما. في ناس تنجز وتبدع وتطور نفسها، وفي ناس تقول ما لحقت، الوقت طار، اليوم خلص، أنا ما سويت شيء. إنزين الوقت وين راح؟ وليش نحس أحيانا أن اليوم أكثر مما هو عليه؟ في بودكاست قصة وشاي بنعيش اليوم مع بعض. تعرفون ذاك الإحساس لما تقول بدخل أشوف السوشيال ميديا شوي وفجأة تطالع الساعة وتكتشف أن اللي صار لك 45 دقيقة تتنقل بين التطبيقات بدون ما تحس. أو يمكن لما تقول بقعد ارتاح شوي بعد الغداء وتلقى نفسك بعدها ب3 ساعات ما سويت اي شيء غير انك تطالع السقف او تقلب التليفون يمين يسار. اللي يصير ان الوقت ما يختفي فجأة، هو يتسرب شوي شوي من بين تفاصيل اليوم الصغيرة اللي نحسبها عادية. تخيلوا معاي لو كل يوم ضيعت ساعتين بدون وعي، بس ساعتين، خلال اسبوع بتكون ضيعت نص يوم من حياتك. ممكن يكون هو اللي يفرق بينك وبين هدفك. كان ممكن تتعلم فيه مهارة أو تنجز مشروع أو حتى ترتاح، مش بس تضيع وقت. الحل مش صعب. أول خطوة أنك تلاحظ وين يروح وقتك. ابدأ من بكرة، راقب يومك كأنك تراقب مسلسل، متى تكون مشغول فعلا ومتى تكون بس تبدو مشغولا. كل هذا ما يحتاج غير وعي بسيط. تبدأ تمتلك وقتك بدل ما يملكك. اليوم مثل الميزانية، إذا ما خططت له بيصرف نفسه على أشياء ما تسوى، بس إذا حددت أولوياتك من البداية بيصير يومك يشتغل لك مش ضدك. وقبل ما تبدأ يومك خذ بس دقيقتين تكون كلها لك، ساعة من غير تليفون، من غير مقاطعة، من غير كلمة بس بشيك على التطبيقات. ابني فيها شيء يقربك من هدفك حتى لو خطوة صغيرة. واللي بيصير بعد كم يوم بتلاحظ شيء غريب، الوقت ما زاد لكنك صرت تستخدمه بذكاء، صرت تحس بالرضا بدال الضغط. وتخيل لو كل يوم عشت ساعتك الذهبية بتركيز كامل، شو بيصير بعد شهر، بعد سنة؟ وفي النهاية الموضوع مش عن إدارة الوقت، الموضوع عن إدارة نفسك داخل الوقت. اليوم عندك 24 ساعة، بس الفرق الحقيقي هو كيف تختار تعيشه.